ميس دعاء تصف الدوزي بالمكلخ وتطالبه بإلغاء متابعتها. مرحبا بكم. نشرت المؤثرة المغربية هدى أوبلان الشهيرة بميس دعاء على خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على الإنستغرام تدوينة ردت من خلالها على الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، وطلبت ميس دعاء من الدوزي حذف متابعته لها على الإنستغرام، وذلك بسبب تدوينة نشرها أول أمس السبت. تساءل من خلالها عن سبب طلاق المؤثرات اللواتي يقدمن نصائح عن العلاقة الزوجية، في إشارة منه للتيك توكر إيمان شقيقة ميس دعاء. وكتبت المؤثرة في التدوينة: علاش الفنان كيتشفف وحده وداير لختها متابعة، حيد المتابعة يا المكلخ عاد تشفف الناس. سرعتي في هادي أختي حبيبتي. وفي نفس السياق أعلنت التيك توكر إيمان خبر انفصالها عن زوجها وتخليها عن أطفالها بسبب مشاكل مع عائلة زوجها، حيث نشرت مجموعة من الفيديوهات على خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على الإنستغرام، وهي في حالة هستيرية أعلنت من خلالها تعرضها للعنف اللفظي والجسدي من طرف عائلة زوجها مرات عدة. لينشر الدوزي بعدها تدوينة جاء فيها: سؤالي حيرني، علاش المؤثرين وخصوصا المؤثرات اللي يقدموا نصائح للبنات والزوجات ويعلموهم كيفاش يتعاملوا مع الأزواج ديالهم في بيت الزوجية هم أول من يطلقوا؟ شي حد عنده جواب؟ شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.